يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل وصفة سهلة ولذيذة تفتح النفس وتفرح القلب. هنعمل كنتاكي، هنعملها في البيت بمكونات بسيطة وسهلة الطريقة خالص، وهنوفر لان دلوقتي بقت اسعارها عالية. وهعمل معاكم بقى الطريقة واحدة واحدة كده، وان شاء الله تنفذوا الطريقة ديت وهتعجبكم وما فيهاش اي مشكلة. جربوا وشوفوا هتعملوها يعني بأبسط الطرق، ومكونات كلها موجودة في البيت. عندنا فرخة نجيبها 1.5 كيلو او متوسطة كده، هو ما تكونش كبيرة قوي عشان احنا هنسويها نية. فنجيب فرخة كده متوسطة ونقطعها على 4، تكون متقطعة على 4، واحنا هنقطعها بعد كده على 8. تمام. بصوا انا بقى لما باجي اعمل الكنتاكي بحب اشيل الجلد، بصراحة ملهوش اي لازمة خالص. يعني اللي عايز يخلي الجلد يخليه، بس انا قدامك اهوت بخلي الجلد علشان تبقى التتبيله على اللحم على طول كده، بتدي طعم حلو. واللحم بتاع الفرخه كله بيبقى متبل، بصراحه بيبقى احلى بكتير لما الجلد يبقى موجود، وكمان صحي. فانا بصوا خليت الجلد، اللي عايز يخليه يخليه مفيش اي مشكلة. هنا بصوا انا قسمت الورك على 2، ولازم تفتحوا في كل حتة كده في الفرخة، اي حتة فيها لحم كده هو لازم تفتحوها. ليه بقى؟ عشان احنا هنعملها زي ما قلت لكم في الاول نية، تبقى كلها كده مفتحة تستوي وما تبقاش فيها دم ولا حاجة. هنا طبعا اهم حاجة في المرحلة دي ان احنا هنعمل لها محلول النقع. بصوا انا حاطه الاول ميه، حاطه بوله كبيره حاطه فيها ميه، بعد كده هقول لكم ايه، بس انا بوريكم ازاي نقطع الفريخ. طبعا ده الصدر، هنقسم بقى الحته بتاعت الكتف بالجناح دي لوحدها، لازم نطلعها كده لوحدها ونشيل منها برضو الجلد وكده، هو دي بتبقى حلوة قوي. وبعد كده نقسم الصدر على 2. لازم تتعمل كده، الفراخ الكنتاكي لازم تبقى مقطعة كده، هو بصراحة بتبقى حلوة جدا جدا، ولا نشتريها بأسعار يعني مبالغ فيها ولا أي حاجة. جبنا فرخة متوسطة، حبة حاجات بهارات من البيت، خلاص قليناها، دي بقت الكنتاكي. هي بس ليها تكات بسيطة، لو اتبعناها كده الدنيا هتبقى زي الفل. بصوا انا خليت الفرخة اهو كلها وقطعتها، الورك على 2 والصدر على 2 غير الكتف، وعندنا الكتفين بالجناح. يعني الفرخة ما شاء الله في النهاية هتلاقوها عاملة قد كده هو. تمام. بصوا اهو انا معاكم كده هوت لغاية ما وريتكم ازاي نقطع الفرخة كلها، وهتلاقوا الفرخة بصراحة معانا فيها البركة ان شاء الله. بعد كده بقى هنحط بقى، هننكه بقى المية اللي احنا هننقعها فيها. يا ريت بقى تعملوا الحكاية ديت مثلا من بالليل للصبح، اقل حاجة 4 ساعات. اللي ما عندهوش وقت خالص ومستعجل جدا، لازم المحلول دوت تتحط فيه، لان المحلول ده بيضيع اي دم بيبقى موجود في الفرخة، وكمان بيطر الأنسجة. هنا معانا معلقتين سكر كبار، وهنحط زيهم معلقتين ملح برضو كبار، لان البولة ايه كبيرة. ودول ده جنزبيل، الجنزبيل حلو قوي كمان في النقع، بيضيع اي ريحة زفارة. هنا عندنا ورق لوري، تحطوا كده بقى 4-5 ورقات، برضو بينكه الفرخة ويخلي ريحتها برضو حلو. وعندنا شرايح ليمون، وهنعصر برضو حبة ليمون، وحطينا كمان حبة خل، هنحط كمان حبة خل. بصوا كل دوت بقى حلو جدا لأنسجة الفرخة، بيطريها ويخلي ما فيهاش اي ريحة زفارة ولا اي حاجة. يا سلام، بتبقى حلوة جدا. لازم المرحلة دي، ما ينفعش يتعمل الكنتاكي من غير المرحلة دي حاجة أساسية. هنا بقى هنعمل التتبيلة بتاعت الفراخ بقى، والدريسنج اللي هو ايه هيتنقع برضو فيها. عندنا كوباية لبن كبيرة، اللي عايز يحط مية يحط، كل واحد براحته، يعني يا كوباية لبن يا كوباية مية. هنا بقى عندنا البهارات، عندنا بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا مدخنة، حطوا بابريكا مدخنة حلوة قوي، وعندنا مرقة فورية، وعندنا كركم وملح وفلفل اسود.
تمام. يبقى بابريكا وكركم وبصل بودرة وتوم بودرة، والبابريكا طبعا لازم تبقى مدخنة زي ما قلت لكم، ويا ريت ذرة كده بهارات 7. كل الحاجة دي بتنكه الفرخة وبتخليها زي الفل. طبعا ملح وفلفل ده حاجة أساسية يعني. هننقع بقى الفرخة برضو تاني في المحلول دوت. دي خطوات مفيش فيها غنى يعني لازم نعملها، ما نستغناش عن اي خطوة فيهم لان دي حاجات اساسيات. بصوا هننقع الفرخة بقى كده يعني برضو يا ريت كام ساعة برضو علشان الفرخة تتبل من الروايح دهية. نسيبها بقى كده شوية، نغطيها ونسيبها بقى كده شوية في التلاجة. هتلاقوا الفرخة بقى الأنسجة أصلا هي بتاعتها ترت كده بقى. كمان التتبيلة ديت برضو بتكمل عليها. عبال ما نعمل بقى اللي هو ننكه بقى الدقيق اللي هنحطه فيها، اللي هي آخر خطوة بقى. هنا عندنا الدقيق، تحطوا برضو كمية دقيق حلوة لأن احنا هنتبلها كذا مرة. هنعمل لها الكفر ده بتاعها كذا مرة عشان تدينا الخرفشة دهيت بتاع الكنتاكي، وتبقى حاجة أحلى والزيت مضمون وحاجة ضامنينها في البيت. صدقوني هتشوفوا في الآخر طريقتها في منتهى الروعة وما بتحتاجش أي حاجة. بس أنا مطولة الفيديو عليكم عشان أشرح لكم كل خطوة بنعملها. حطينا الدقيق ده، بنحط بقى معلقتين كبار نشا. طبعا بنحط النشا على الدقيق، اولا بيدي خرفشه، تاني حاجه بيخليها ما تشربش زيت، يبقى دي حاجه برضو اساسيه. البهارات بقى اللي احنا حطيناها في النقع ده هي هنحطها على الدقيق. لازم تنكهوا الدقيق، بصل بودره، توم بودره، بهارات 7، بابريكا مدخنه، كركم، طبعا احنا حطينا نشا وكده هو، وذرة ملح وفلفل اسود لازم تحطه. وتحطوا برضو يا ريت معلقة من اللي هي ماجي. كل الحاجات دي بقى بتدي طعم حلو قوي للدقيق، والطعم بيبقى زي بره بالظبط. هناخد بقى من هنا هو وهتتبله بقى ايه الدقيق، وهوريكم تعملوا ازاي اللي هي بقى ايه الحركات المخرفشة اللي زي في كنتاكي. تعملوا لازم تتبلوها كذا مرة الاول كده وتغطوا عليها، وبعد كده هتعيدوا بقى. انا بصوا بوسع ازاي عشان انا هاخدها تاني، ما هحطها هنا هو التاني في المحلول تاني وارجع احطها في الدقيق. لازم تعملوا الحركة دي عشان هي دي لما بتتحط في الدقيق تاني بتديكوا طعم القرمشة. بصوا انا مطولة علشان اشرح لكم كل حاجة في الفيديو، تبقوا انتوا عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. بصوا وتفضوا كده الدقيق اللي فيها، وتحاولوا اي حتة طرية، اي حتة فيها طرية كده هو تحطوا عليها الدقيق. انا هحطها كمان مرة، هي بتاخد وقت بس في النهاية هتطلع جميلة جدا. دي بقى هنعملها كمان مرة كده، هتشوفوا بقى في النهاية زي هتعمل بقى الخرفشة اللي هي الحاجات كده الزيادة اللي فوق الفرخة. بصوا وبعد كده تنفضوها كده هتلاقوها زيها بالظبط، عملت نفس الفراغات ده، هي نفس الحاجات الزيادة اللي فوق الفرخة اللي بتعمل قرمشة الجميلة اهي. ولازم تنفضوا كده الفرخة. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. جربوا بقى الطريقة، انا ما بخلتش عليكم باي معلومة. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، ويا ريت تصلوا على النبي كده هوت في الكومنتات وتقولوا لي ايه الاخبار وايه رايكم، جربتوها وايه رايكم في الطريقة، وما بخلتش عليكم باي معلومة. يا ريت بقى ايه اي حد يتفرج على الفيديو يعمل له لايك، مش هتخسروا حاجة. واللي ما اشتركش يشترك في القناة عشان القناة تكبر وتبان لكل الناس. دي حاجة مش بتخسر اي حد، بس انتوا بتكافئونا على المجهود. يا ريت اي حد يشوف الفيديو لو سمحتوا اشتركوا في القناة. بصوا اهو نحاول كده نرجعها، واهم حاجة ننفض الدقيق الزيادة ونبعد كل حتة عن بعضها عشان لما هي بتقعد بتتشرب الدقيق.
ما تتروش. انا عملت كل الكمية اللي عندي اهو. اهم حاجة بقى نقليها في حاجة غويطة. انا بوريلكم بصوا التتبيلة وعاملة ازاي. بصوا الحاجات اللي هي الحرشة دي اللي عليها. بصوا لازم بقى في حلة غويطة كده هو، والزيت يبقى متوسط كده هو. الزيت سخن بس مش قوي. واول ما نحط الحاجة والزيت يغلي عليها لازم توطوا عليها النار. هي برضو بتاخد وقت في السوا يا جماعة. يعني لو النار عالية وطوا عليها تبقى النار متوسطة. هي بصوا انا طلعتها. بصوا لونها بقى، بصوا جميلة ازاي. وطبعا تقلبوها على كل ناحية اهو. ولو الزيت فيه رواسب ولا حاجة حاولوا تصفوه. واهم حاجة يبقى غزير، وما تحطوش ياما في الحلة على اساس ان هي تحرمش. يا دوبك حتتين تلاتة يا دوبك، ما تكتروش اكتر من كده. انا بقى مش هتكلم، اللون بقى هو اللي بيتكلم عن نفسه. والكفر متماسك اهو. انا قربت لكم الكاميرا، بصوا الجمال. والكفر ولا وقع ولا اي حاجة. وعايزة اقول لكم زي ما انتوا شايفين الزيت اهو. بصوا الزيت نضيف، ولا الكفر وقع فيه ولا اي حاجة. بصوا اللون بقى، الفراخ جميلة ازاي. يعني جربوها بالطريقة دي، طريقة سهلة ومش كمان شاربة زيت. بصوا الزيت انا ولا زودته ولا اي حاجة. وبصوا لون الفراخ. يعني بصراحة يعني الفيديو يستاهل تحطوا له لايك وتشيروه وتشتركوا كمان في القناة. بصوا يعني الطريقة حلوة زي الفل. بصوا بقى الجمال. اهي خلصنا الكمية كلها، واحسن بقى من بره بكتير. وحطيناها كده في علبة زي كنتاكي. وياريت بقى تجربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.